السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش مرشمه بحال هكا نقدروا نوصلوا لموديل بحال هكا اللي كيكون زوين مقاد ورشمه على حقها وطريقه. غادي نشوفوا شنو هما المراحل اللي خصنا نتبعوا وكاع النصائح اللي غادي نخدموها باش غادي نوصلوا للرشمه بحال هكا. اول حاجه غادي نبداو من الابسط حاجه، يعني كيفاش غادي نخرجوها. اول حاجه من التليفون هكا دغيا دغيا بعجاله. خديت انا غير طريف ديال الرشمه، خديت هكا ورق شفاف وغادي نهزو. غادي نهز الرشمه ديالي. هذه هي الرشمه الاساسيه. على هذه ديما كنقول لكم راه من الرشيمه صغيره تقدروا ديروا رشمه كبيره وانتم اللي كتحكموا فيها. راه ديما كنقول لكم انتم اللي كتحكموا في الرشمه، وهنا على حساب القياس ديال الجلابه. مثلا طاي عاديه، طاي مثلا من الام حتى الاكس ال، راه غادي ناخذوا في القياس ديال هاد الرشيمه هذه غناخذوا فيها قياس 14 الطول ديالها. انا في الاخر غير نساليو الرشمه غادي نعطيكم القياسات كامله. كانت جلابه، كانت عفوا القياس اكثر من اكس ال، يعني من دوبل اكس ال الفوق غادي ناخذ فيها 15 صافي. لان علاش باش الرشمه غير كنحطو هكا في الجهه ديال الصدوق ولا في الجهه ديال هكا ديال القدامي ديال الجلابه، خصها تجي مناسبه للقياس ديال طول الجلابه. ما يمكنش تكون رشمه كبيره والقياس ديال الجلابه يكون صغير وتجيني هابطه حتى لتحت، ما غاديش مزيانه. داكشي علاش خصني نحترم اول حاجه القياس ديال الرشمه. ولا اول حاجه شنو كندير؟ كنشد كنعبر مثلا فين خص يجيني القياس ديال الرشمه، وعلى داك الاساس غادي نخرج الرشمه ديالي صافي. دابا من بعد ما خديت الرشمه ديالي، دابا خرجت غير القياس طريف واحد الرشمه. هاد الرشمه نقدر نخدمها هكا كيما هي، كيما نقدر ندوبلها مره، كيما نقدر ندوبلها جوج، كيما نقدر نديرها على الجهه د الكول. نشوفوا عفوا غادي نشوفوا اول حاجه بعدا خصني ناخذ القياس. ها انتم كنسطر هذا الخط هذا اللي خدام عليه دابا راه ورق شفاف. غادي ناخذ هذا القياس. علاش هذا؟ باش غادي نشوف الرشمه ديالي غادي نحطها غتجيني خط مستقيم. ما يمكنش نمشي كندوبل هكا وفاش نجي نحط الرشمه تجيني مديكاليه، تجي وحده مايله لهاد الجهه وحده مايله لهاد الجهه. شفتوا؟ اول حاجه ضروري تسطروا داك الخط هذا اللي عندي، راه قلت ورق شفاف وباش يكون سهل حسن، لان الورق شفاف كنلقاو غير بحال ديك الورقه، هاد الورقه الاولى اللي خدمت عليها. والورق الثاني هذا اللي قلت لكم اللي عاد سطرت عليه خط، هذا كان ورق الطبخ. كي تكون الورقه كبيره كتساعدني انني ندير فيها رشمه كبيره صافي. آه، ها نتوما شفتوا خديت على داك الخط ومشيت راني غادي نبدا كنرسم هاد الرشيمه ديالي. لحد الان كان راه واضح، واي وحده تقدر تخرج رشمه وتدوبلها القياس اللي كيناسبها. وبالنسبه للرشمه ديال الكمام تقدروا هذه نيت ديروها دوبلوها على جوج، لان فيها 14 على جوج غتجي هي 28. غتجي هي 28 يعني كافيه للكمام. واما غادي هاد الرشمه هذه غادي ديروها على 3 وغادي تصغروها القياس اللي كيناسبكم للكمام. ها نتوما هاد الطريقه اللي غادي نخدمها انا دابا الجهه ديال الكول ديال الصدوق ولا ديال الهبطه كلها ديال القفطان، ما عنديش اشكال. تقدروا نتوما تخدموها للكمام. شوفوا نتوما القياس اللي كيناسبكم للكمام، وعلى هذا الاساس غادي تقادوا القياس ديال الرشمه ديالكم. كان لحد هنا راه واضح. قلت بالنسبه لهنايا ورق الطبخ راه نقدر مثلا، لان الورقه كتكون كبيره واما كيكون رولو، يعني تقدر ورقه واحده تشد لي الرشمه من الفوق حتى لتحت، راه ما عنديش اشكال. وراه ما غاديش نكتفي فقط بحد هنايا غادي نصوبها في ورق الطبخ غادي نحبس، ما غاديش يمكن لي، لان الا جيت نتراصي به من البعد، الا تراصيت به غير مره واحده مور داكشي غادي يتقطع لي. هانتوما بعدا نرجعوا هنا الرشمه. شفتوا كي قديتها وليت قديت طلعت هكا، زيدت هذيك للفوق، زيدت الورقه للفوق وقديت عاوتاني الرشمه من التحت باش تجيني مقاده مع اللي قبل منها على داك الخط هكا مستقيم اللي سطرت. هانتوما شفتوا كتبان لكم كنرى واضحه. وكنمشي نطراسي صافي. كنتمنى يكون الشرح واضح، وكنتمنى تكونوا كتستافدوا باش هكا ما يبقاش عندكم اشكال في كيفاش تخرجوا رشيمات. يعني الرشمه كيما كانت تقدروا تخرجوها. شتا هو الخط كيبان، شفتوا كي غادا معاه. والرشمه جبتها زيدت الاخرى حدا الاخرى جات ملاصقه. نتوما دوك الوريقات دوك الخنيجرات اللي كيبانوا هما بحال بحال، قديتها معاهم مشيت كنعاود الطراساج ديالي. قلت الرشمه ما يمكنش ما غاديش نحتفظوا بها حتى هنا. انا غنوصل نقول لكم شنو هنايا غنسالي هذه. ها نتوما شفتوا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نولي نكحزها وغادي نمشي نحطها هكا نقادها مع داك الخط ونقاد هكا ونمشي كنطراسي. هذه هي اللي غادي نقدر نبدا نهبطها حتى لتحت. انا من بعد دوزتها دغيا دغيا لان نفس الشيء. دابا شنو غادي نجي ندير؟ بغيت نقدر شمع حتى الكل نقدر نكتفي بها هكا، لان راه عندي واحد الموديل هكا. دابا ان شاء الله نحاول نشاركو معكم غير هكا. انا بغيت نديرو قفطان وغادي نزيد لداك الجهه ديال الكل غادي نزيد ليها الرشمه ديالو. طراسيت الكل كما كتلاحظوا وغادي نقدر الرشمه ديالي على هذا الاساس.
شفتوا راه الطريقه سهله. انتم غادي تجي رشمه زوينه وهماويه، رشمه صراحه رشيمه زوينه. كتجي للطرز وكتجي كذلك للتنبات بالنسبه لهذا الموديل هذا. والموديل اللي غنشاركو معاك ان شاء الله، نشاركو معكم عفوا، كيكون ان شاء الله ديال التنبات. راه وماشي هاد الرشمه، راه اي رشمه كيما بغات تكون، راه نتوما اللي كتحكموا فيها وكتقادوها والقياس اللي كيناسبكم نتوما. قلت الرشمه ما غاديش نكتفي فيها فقط هنايا على ورق الطبخ، لان الا جيت نطراسي يلاه يلاه طراسي لي مره واحده وغادي يتقطع لي. داكشي علاش كاينين مراحل اخرى اللي غادي نشوفوهم باش غادي نحافظوا على الرشمه ديالنا دومنا مده طويله بزاف. بالنسبه للاخت اللي بغات رشيمات هكا ديال البنوتات الصغار، تقدر مثلا كانت هي غدير ليها هكا وحده في جهه ديال الصدر، وحده فيها ثلاثه، تقدر دير ليها هي فيها وحيده هكا. وراني ما نسيتاش ان شاء الله فيديو ديال الرشيمه والتطبيق، ولا الفيديو ديال الرشيمات غادي نحط هكا تشكيله ديال الرشيمات اللي فيها رشمه ديال البنوتات. هانتوما شفتوا كي جات. دابا لحد الان انا قديت الرشمه ديالي، رشمتي بانت. دابا شنو باقي خاصني هنا؟ مثلا نقدر نزيد منها تجي نديرها. المهم نتوما غتحكموا فيها، غادي تاخذوا رشمه وغادي تزيدوها فين بغيتو، وغادي تمشيو كطراسي فوق، منها. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نهز، غناخذ ورقه هكا كبيره عادي ديال الباترون ديال الباتروناج، لانها كتكون ورقه كبيره، هي اللي غادي تقدر تهز لي ورقه تقدر تهز لي هكا الرشمه كلها. وهذا الهضره ما شفتوا قداش راه غير العرض ديال الورقه، راه ماشي الطول ديال الطول. ها انتم، ها هي الورقه، ها الطول ديالها، هذا العرض ديالي اللي حاطه عليها، والطول ديالها راه فيها شي تقريبا شي 80 سنتيم او اكثر، ما بقيتش عاقله. المهم الورقه كبيره بزاف، يعني فاش كنجيو كنخرجوا فيها باترون ديال جلابه، كتخرج لي دوفون والقب والكمام يعني. وها نتوما شوفوا، راه نفس المرحله اللي درت في الاول خصني نديرها حتى هنايا. علاش؟ باش الرشمه كتجيني مقاده، وحتى فاش كنحط الرشمه ديالي كيبقى لي ديك الاتساع ديال لا كنت غادي ندوز اما تنبات اما سفيفه اما راندا، داكشي اللي غندوز ما كيجيونيش رشامي وحده ملاصقه مع الاخرى، ولا ما كدوزليش ما كدوزليش مثلا الا كنت غندير سفيفه ما غدوزليش السفيفه فوق التنبات ولا فوق الطرز ديالي. ضروري كنخلي داك الاتساع، خديت كتاخذوا مثلا قياس 2 سنتيم ولا 3، القياس اللي كايناتكم ماشي اشكال. غير علاش نتوما من بعد عاد كتخليو القياس على حسب، لان كانت سفيفه كتخليو القياس اكثر، كانت التنبات كتخليو القياس غير شي شويه. هذا كيساعدني باش نحط الرشمه ديالي كتجيني مقاده. قلت دابا عندي رشمه في الورقه في ورق الطبخ ولا ورق الشفاف، في الورق الشفاف باش نتفاهموا، وحطيته فوق ورقه الباتروناج ولا فوق ورق عادي اللي ما كيكون لا شفاف لا حتى شي حاجه. غادي نشد بلي زيبانك، لان في هذه المرحله غادي نحتاج بابي كربون باش غادي نعاود الطراساج ديال الرشمه ديالي فوق من الورقه. كان واضح حد هنايا هاد المرحله علاش كنحتاجها هنايا؟ باش كنحافظ على الرشمه ديالي مده طويله وكتبقى شاده لي، ما كتضيعش، يعني كنطراسي بها المره الاولى والثانيه والثالثه ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. وغادي نمشي كنطراسي. هانتوما تشوفوا هاد الطريقه كيفاش راها سهله بزاف. من بعد ما كنكون شديت الرشمه ديالي ما كيبقاش عندي اشكال، انا كنمشي كنكحز عاوتاني بابي كربون فين بغيت. وهاد الطريقه هذه راه كتقدروا ديروها حتى فاش كتبغيو تراسيو على الثوب. يعني كنحط الرشمه ديالي على الثوب وكنشدها بليزي بانكل مزيان، وكنمشي كنطراسي وكنكحل بابي كربون فين بغيت. وشي مرات نقدر نحيد البابي كربون ونشوف واش الرشمه طراسات كلها ولا لا. لكن شي مرات كيكون باقي شي طريف ولا هذا، قبل ما نحيد لي زيبانك ضروري غادي نولي نرد البابي كربون ونمشي كنطراسي. علاش؟ لان الا حيت لي زيبانك صافي كديكالا لي الرشمه على الثوب ولا على الجهه اللي كتطراسي فيها المره الاولى كتخرج لي الديفو. داكشي علاش ضروري خاص ديك لي زيبان كيخصهم ضروري يتشدوا. وفرا في الثوب راني كنشد اكثر، لان الثوب راه ماشي بحال هو الورق ولا الكاغيط راه كيشد راسو، راه شاد راسو يعني. ثلاثه البانكلات راهم كافيني. شتا نتوما حيدت لقيت الطريف باقا مطراسيه، رديته غنمشي نكمل. عاوتاني غادي نكحز بابي كربون ديالي لواحد الجهه، وهنا نمشي حتى غادي نكمل الرشمه ديالي كلها. بالنسبه قلت للثوب راه ضروري ما يتشد بلي زيبانكل مزيان، لان الثوب كيكون كيزلق. ما غاديش يمكن لي نشدو هكا غير بلاصه بلي زيبانك ونمشي كنخدم، لا خصو يدور مزيان هكا بلي زيبانك ونمشي كنطراسي، راه غنطراسي عادي، ما غاديش ياخذ مني شي جهد ولا شي حاجه. وانا صافي غنمشي كنكمل الرشيمه ديالي هكا حتى غادي نساليها. انا غنزيد معكم غير واحد الطريف هكا وندوز نكمل شي الاخر، عاد نرجعوا باش نشوفوا شنو خاصنا نديرو.
باش الرشمه ديالنا تبقى شاده هكا مده طويله. يعني عاوتاني ما غاديش نقادها، ما غاديش نخليها هكا غير في يعني ما غاديش نكتفي فقط هكا، غادي نزيد على هاد الكاري ديالي غنزيد عليه شي حاجه باش غادي يبقى محافظ على الرشمه مده طويله. هانتوما صافي بقى لي غير الجهه ديال الكول، غادي ندوز الرشيمه ديالو حتى هي وانا ساليت. ما قطعت الفيديو هنايا لان كان ساهله، صافي غتمشيو غير كتعاودوا تكحتوا تعاودوا. ها نتوما شفتوا الرشمه هنايا عاد بانت مزيان. دابا شنو غادي نجي عاد نقاد ليها هذا ديالها مزيان باش خصني نفس القياس. ها نتوما نفس القياس اللي غادي يكون عندي من هادشي يكون عندي من الجهه باش نكون واضحين. غادي نسطر واحد الخط. ها نتوما ردوا باش تفهموا، لانه واخا غنهضر ما غتفهمونيش علاش كندوي. غنسطر واحد الخط هكا نيشان، غادي نعبر لان فاش غنجي نحط الرشمه خصها تجيني مقاده. حتى فاش نجي نحطها في الثوب خصها تجيني رشمه مقاده. هاد الخط اللي تراسيت راه خص يكون نفس القياس. باقي لي مثلا كنت مخليه 2 سنتيم ما بين الرشمه والحرف ديال الثوب ولا الحرف ديال الكاغيط، خص يكون باقي لي من الفوق وحتى لتحت باش غير نحط الرشمه ديالي تجيني مقاده ما تجينيش مديفورمي. علاش غندوي لكم. هانتوما ردوا معايا البال هنايا. شفتوا هاد القياس هذا خصو يجيني بحال بحال من الفوق ومن التحت. في الاولاني غير سطرت باش تجيني رشمه مقاده، ولكن دابا راه خص القياس يجيني مقاد. غادي نسطر هاد الخطيط هذا وغادي نقطعو. انا حيدته هنايا باش كتبقى لي رشمه مقاده. دابا المرحله الاخيره هي انني غادي ندوز السكوتش ديالي على الرشمه هكا باش كيبقاو محافظين المعلمات ولا اللي كيخدموا على الرشمه كتبقى مده طويله. وحتى فاش لان لا خليتي غير هكاك وتراسيتي على الثوب راه يلاه غادي دوز لك مره واحده وغتمشي بحالها. داكشي علاش ضروري خص دوز فوق من السكوتش. كاين اما دوزو هكا على فوق الكاغيط، كاين اللي كيطراسي على الكاغيط هكا ولا على الورق ديال الباترون كيكون طويل، وكاين اللي كيطراسي فوق الفيزلين. ولكن ضروري من السكوتش، راه السكوتش ضروري منه هكا باش كنحافظوا على الرشمه ديالنا مده طويله وكتخرج الرشمه. يعني كما كان الكبر ديالها يمكن نخرجوه اما في الباترون اما على الفيزلين. انا كنفضل هكا الباترون على الورق كيعجبني على الفيزلين لان حتى في الطراساج ديالو كيجيني ساهل. صافي ها الرشمه ديالي واجده زوينه. دابا غندوزو للقياسات، نعطيكم القياسات ديالها. نحيدها بعدا. شفتوا صراحه جات رشمه اللي زوينه هماويه، نقدر هكا نهبطها حتى لتحت. انا اكتفيت فقط لحد هنايا. نقدر مثلا الرشمه ديالي نهبطها حتى لتحت على الهبطه ديال القفطان كله. بالنسبه للقياس ديالها، اللي بغى القياس غير هكا ديال 3 الوحدات القياس ديالها 43 سنتيم. وبالنسبه للقياس الطول كله عندي 56. القياس ديال الرشمه كلها 56. العرض ديال الرشمه غير صغيره 10. العرض ديال الكبيره 13، لان على حسب كناخذ الكل كناخذ العرض ديال الرشمه كلها. هذه هي الرشمه. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم والطريقه ما يبقاش عندكم اشكال باش تخرجوا شي رشمه. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. بقاو فيديو مقبل بحول الله. الى اللقاء.